بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أميرة في قناة زي العسل. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل القرنبيط بطريقة جديدة وسهلة، ان شاء الله تنال اعجابكم. خليكم معانا. هنروح طبعا للمكونات زي ما انتوا شايفين كده. معانا قرنبيطة هنقطعها واحدة واحدة، وطبعا هنكون حاطين حلة مية بتغلي على النار. كل الاخضر اللي تحت ده مش هنحتاجه، طبعا هنقطعه. انا قطعتها. طبعا لو انتوا حابين تقطعوا اصغر من كده براحتكم، انا قطعت ايه زي ما عرفت. احنا كده مجهزين حلة مية بتغلي على النار عشان نسقط فيها القرنبيط ده يستوي. هنكون كمان حاطين في المية بتغلي، هنضيف لها كمون وشوية ملح. اساسي الكمون علشان ما يتعبش المعدة او يقلل الغازات بتاعة القرنبيط. وهنضيفه بقى يتسلق. لو انت وصلتي معايا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. هضيف طبعا كل الكمية اللي احنا هنحتاجها. انا القرنبيطة دي كلها ما سلقتهاش، انا سلقت نصها والنص التاني قطعته قطع صغيرة وخللتها. حطيته في بطرمان المخلل مع الجزر والفلفل وكده. القرنبيط بيبقى طعمه حلو قوي، القرنبيط المخلل. لو انتوا ما جربتوش ممكن تجربوه، هيعجبكم قوي. احنا هنا حطينا كل الكمية، والمفروض ايه هنسيبه يغلي ويستوي. اما يستوي هرجع لكم. طبعا لازم اساسي تحطوا كمون في المية. احنا هنا هنروح عشان نعمل الدقيق والخلطة اللي بيتحط فيها القرنبيط. معانا شطة وفلفل اسمر وكمون وملح وبصل بودر وتوم بودر ومكعب مرق الدجاج. ومعانا الخضرة دي بقدونس وكزبرة. ومعانا بيضتين. ومعانا كمان الدقيق. هنحط كل التوابل مع بعض وهننزل بالبيض كمان. هنقلبهم طبعا كويس جدا، وهنضيف شوية مية كمان بالتدريج عشان احنا عايزينه خليط متجانس كده، عجينة متماسكة، مش عايزينها سايلة قوي. يبقى احنا حطينا التوابل ملح وفلفل وكمون وتوم بودر وبصل بودر ومكعب مرقة دجاج او مرقة فورية، مرقة دجاج فورية. هتخلي العجينة طعمها حلو جدا. انا حطيت نص كيلو دقيق، وحطيت عليه 2 بيضة، وحطيت التوابل اللي قلت عليها. وهننزل بعد ما اضرب شوية والاقي العجينة معايا بقت مظبوطة، هنزل بالخضرة. الخضرة زي ما انت حابة تحطي شبت وبقدونس وكزبرة، حابة تحطي بقدونس بس كزبرة بس. طبعا زي ما انت حابة طعم القرنبيط. انا هنا حاطة كزبرة وبقدونس. هنحط كمية قليلة مش كتير. كده بقت زي ما انتوا شايفينها عاملة نفس القوام بتاع الكيكة، مش خفيفة ومش تقيلة. هي كده جاهزة. هنبتدي بقى نجيب القرنبيط. هركن دي على جنب وابتدي اجيب القرنبيط. برضو القرنبيط كده معانا استوى. هنبتدي بقى اشيله من المية، اصفيه كويس، وهاخده معايا بقى تشوفوه معايا. انا هقطعه، مش هعمله قطع. هو زي ما انتوا شايفينه سخن معايا كده. هبتدي بقى اقطعه قطع صغيرة خالص.
عشان انا ولادي بيحبوه كله في بعضه كده متقطع قطع صغيرة. جربوه بطريقة الجديدة دي هتعجبكم جدا. لو انتي وصلتي معايا للمرحلة دي ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير طبعا عشان يوصل لكم كل جديد. هخلص طبعا كل التقطيع بتاع القرنبيط. انا بقطعه قطع صغيرة خالص كده وبقلبه كله مرة واحدة في في العجينة او في الخليط اللي انا عملته معاكم من شوية. هخلص معايا كده كل الكمية تقطيع، والمفروض ان احنا هننزل بيها على الخليط اللي احنا طبعا عاملينه زي ما انتوا شايفينه معانا. اول ما ننزل بيها على الخليط هنبتدي بقى نقلبها. انا هنزل بكل الكمية مرة واحدة. بعد ما نزلت بالكمية كلها مرة واحدة هبتدي اقلبها، بس مش هينفع اقلب بالمضرب، هقلب مع بعض بالمعلقة الكبيرة او بالمعلقة اللي هي بتاعت طقم التوزيع كبيرة كده، هتجيب من تحت لفوق، ولو في سباتيول برضو تقلب معانا كويس. وهنكون مجهزين في المرحلة دي طاسة على النار فيها زيت طبعا بيقدح او بيغلي او بيسخن، على ما اروح ننزل بالقرنبيط على الزيت يعني. زي ما انتوا شايفين بقى بالشكل ده. هنروح بقى نبتدي نحط القرنبيط في الزيت. انا بنزل بيه بالمعلقة، بنزل بيه بالمعلقة زي ما انتوا شايفين كده. هيطلع معانا شكله جميل جدا ومقرمش وطريقته سهلة جدا. واللي مش بيحب القرنبيط لو جرب بالطريقة دي هتعجبه قوي ويغير رأيه فيه. يا رب ينال اعجابكم. خليكم معانا لو وصلتوا للمرحلة دي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. احنا مع بعض اهو لغاية ما يتحمر. اول ما ياخد اللون الذهبي هنبتدي نطلعه من الزيت ونصفيه، وبعد كده يكون جاهز طبعا للاكل زي ما انتوا شايفينه معانا كده. انا هنا خلصت وطلع معانا بالشكل ده. مش قادره اقول لكم طعمه جميل ازاي. يا رب ينال اعجابكم وبألف هنا وشفا. انا مش بعمله تخين، انا بحبه رقيق. السلام عليكم ورحمه الله.